ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي كتير ما قلتلكوش مشاكل من اللي بتجيلي على الجروب المشاكل بتاعي. آه النهاردة واحدة بعتلي مشكلة وعايزة رأي الناس، هو انا قلت لها رأيي والله، بس هي قالت لي لو ينفع تنزليها على الصفحة، فقلت اطلع اقولها لكم فيديو. انا اتخطبت السنة اللي فاتت لمهندس زميلي في الشغل، وكتبنا الكتاب من كام شهر. المهم لقيته بيقول لي الشقة اللي هنتجوز فيها هنقعد فيها شوية وبعدين اخويا هيتجوز فيها. قلت له ازاي؟ هيتجوز فيها، هم عندهم بيت دورين، دور بيشطبوا اللي هو احنا هنتجوز فيه، ودور لسه على الطوب الاحمر. عايش هو ومامته واخوه اصغر منه، ما اتجوزش. هو يعتبر مش بتاع عيله قوي، هم يا دوبك شقتين لان ما فيهوش سلايف، مش هم عايشين هم التلاتة بس فيه. اه فقال لي انا واخويا هنوضب الشقة مع بعض، وانا هتجوز الاول، ولما هو ميعاد فرحه يقرب ياخدها ويتجوز هو فيها. قلت له ازاي؟ ده احنا اللي منقين الدهانات واحنا اللي منقين السيراميك وكل حاجة. قال لي نبقى نعملها فوق واحدة واحدة على مزاجنا برضو وعلى ذوقنا مع بعض. قلت له طيب ماما هي اللي هي حماتي يعني هتقعد فين؟ قال لي هتقعد معانا في نفس الشقة اللي هي على الطوب دلوقتي، وهوضبها توضيب خفيف وهقفل اوضه بصاله بحمام. قلت له لمامته يعني. قلت له طيب المطبخ؟ قال لي المطبخ هيبقى تحت عندك كل حاجه، يعني هي هتقعد فوق، هي بعد الجواز هتقعد في شقتها المتوضبه، ولما اخوي قرب يتجوز هيسيبوا له الشقه المتوضبه الحلوه اللي تحت اللي هي عامله فيها كل حاجه على ذوقهم، وهتطلع فوق هي بقى ومامته، هو ومامته واخوه، آه، على في الشقة الطوب اللي على الطوب دلوقتي، يوضبها أي حاجة، يعمل فيها كل حاجة واحدة واحدة، ويقفل لمامته أوضة بحمام. ده اللي أنا فهمته. والمطبخ هتنزل تاكل، يعني تعمل الأكل تحت، تتجمعوا كلكم وتطبخوا في شقة أخوه بقى ساعتها، اللي هي الشقة اللي بتتوضب دلوقتي. يعني هو يبقى مطبخ واحد في البيت كله. ده اللي أنا فهمته. عندك تحت، وكمان أخته متجوزة قريب من بيتهم في نفس الشارع ومعها 3 أطفال. للعلم ما قاليش كل ده غير بعد كتب الكتاب. هو بيحبني جدا ومش مخليني عاوزة حاجة، وحنين عليا جدا جدا، بس مش عارفة اعمل ايه. ممكن تنزلي قصتي عند حضرتك ونخلي الناس تقول رأيها؟ اتطلق وابعد ولا اكمل واسيبها على الله؟ انا قلت لها رأيي ان مبدئيا كده الموضوع ده مش نافع. يعني ايه انتي مهندسة وهو مهندس؟ يعني المفروض ناس بتفكر كويس وناس مستواها كويس التعليمي والفكري. اوضب شقة وافرشها واعيش فيها واتجوز على ان دي شقة الزوجية عشان الناس اللي هتيجي تبارك لي في اول فترة والكلام ده، وبعد كده اسيبها لواحدة تانية خالص تيجي تقعد فيها وتبقى هي بقى دي شقتها، واروح انا فوق، اطلع انا فوق، افضل اوضب حاجة حاجة واعمل حاجة حاجة، ويعني ما يبقى فيه فلوس ولا لا؟ بكرة تجيبوا بيبي ويبقى الدنيا تزنق معاك. الناس بتتجوز عشان تستقر، مش بعد ما تتجوز تفكر لسه توضب وتشيل وتحط عمال وطالعين ونازلين. ده اللي انا اعرفه. وبعدين بيحبك جدا ومش بيرفض لك طيب طلب وحنين عليكي جدا، ده بد اخوه عليكي. وبعدين مش هيعمل لك مطبخ فوق، بيقول لك عندك مطبخ تحت فيه كل حاجه، بانزلي اعملي اللي انت عايزاه. يعني ومامته كمان هتعيش معاكي انتي فوق. ده من اولها كده، ده مخليكي اقل من اللي لسه هتيجي عليكي، يعني من سلفتك او من اخت مرات اخوه اللي لسه هتتجوز. انت اللي تتنازلي وانت اللي تطلعي فوق وانت اللي تدبري حاجه في حاجه وانت اللي تسيبي شقتك وانت اللي تنزلي المطبخ تحت عندها، لانه هيبقى عندها على فكره.
وهتبقوا انتوا اللي بتنزلوا تعملوا كل حاجة عندها، وامه هتبقى قاعدة كمان فوق، هيوضب لها اوضة بحمام. انا شايفة ان يا اما التفكير ده كله يتغير و... والشقة تتعمل عادي جدا، وتقولوا لا انا مش هسيب شقتي بعد ما تتعمل، وبدأت منقي كل حاجة فيها، واخوه اللي لسه هيتجوز يوضب هو فوق وينقله براحته خالص، ومامته تبقى ما بينك وما بين فوق، انتوا تعملوا لها اوضه واللي فوق يعمل لها اوضه و... وتبقى المكان اللي يريحها تقعد فيه، وهنا مطبخ وهنا مطبخ وهنا حياه مستقله وهنا حياه مستقله. وانما شغل انا هوضب شقه واو وتبقى دي واجهة البيت بتاعنا، واللي يجي يقعد فيه، على ان احنا الناس موضبين وعاملين كل حاجة، ومطبخ واحد للبيت كله، ليه؟ ان شاء الله. ده رأيي، وده اللي انا قلته لها على الخاص، وهنستنى رأيكم.